قفشوا في لجنتنا 7 سماعات. 7 سماعات في لجنه واحده، قسما بالله 7 سماعات وتليفون. ده في العربي. في الانجليزي قفشوا سماعتين وتليفون. ايوه اللي عندي مهمه قوي. انت حالك ايه يا حبيبي اصلا؟ انت بتعملني كده ليه يا الله يبارك لك؟ وراني يا اسطى. لا ده السماعه الحمد لله. السماعه. الحمد لله. سليمه؟ سليمه؟ سليمه. أهلا، معاكم محمود. أنا دفعة ثانوية عامة 2023. سمعت عن سماعات الغش دي لأول مرة لما سألت طالب أكبر مني وكان دفعة 2022 وكان جايب مجموع فوق 90%، ووقتها دخل طب بشري. سألته بعفوية: أنت كنت بتذاكر إزاي؟ قال لي بكل بساطة: أنا ما كنتش بذاكر. استغربت، سألته: إزاي وأنت جايب مجموع كبير ما شاء الله ودخلت كلية طب؟ قال لي: الفضل كله بيرجع للسماعة بعد ربنا. اللهم قوي ايمانك يا شيخ. عشان نعرف امتى بدأت السماعات دي وازاي بتشتغل وازاي حاجة زي دي كفيلة تدمر مستقبل التعليم المصري بالكامل، فلازم نتكلم عن الموضوع من البداية خالص. فيلا بينا. في يوم 16 فبراير 2017 تم إصدار قرار بإقالة وزير التعليم المصري آنذاك الدكتور هلال الشربين، وتولى الوزارة خلفا له الدكتور طارق شوقي. ومن هنا كانت بداية حكاية السيد الدكتور طارق جلال شوقي أحمد شوقي، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. دكتور طارق شوقي لما تولى مهام الوزارة قرر البدء في مشروع لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، ومن 2017 بدأ التطبيق الجزئي للمشروع لحد ما وصلنا تطبيقه بالكامل على أول دفعة ثانوية عامة بنظامها الجديد، دفعة 2021. السنة دي كان نظام الامتحانات فيها غير أي سنة عدت قبل كده. نظام الامتحانات في السنة دي كان MCQ، اختيار من متعدد، يعني بالعربي الامتحان كان اختر بالكامل. بعد ما كان شكل الامتحان في السنين اللي فاتت مليان مقالي واغلب اسئلته محتاجاك تكتب كتير، اللي كان يعتبر نفس نظام الامتحان تالتة اعدادي بشكلها الحالي. ووقتها الامتحان كان بيعتمد على الحفظ بشكل اكبر من الفهم عكس النظام الجديد. بس اغلب طلبة 2021 اتصدموا من النظام الجديد واسئلته اللي تحتاج تفكير كتير عكس السنين اللي فاتت، واغلب الطلبة ما كانتش جاهزة بالشكل الكافي لخوض الامتحانات بالنظام والشكل ده. قالوا الاسئله بره زفت اصل مش امتحانات حلوه، الامتحانات زفت بره المنهج زفت واللجان زفت والاطراف زفت عليكم وعلى اللي جابوك. الامتحان كان طويل جدا جدا، مش مستاهل يعني، عايز اكتر من 3 ساعات بكتير. مش معنى البابل شيت اللي احنا نحله في اقل، البابل شيت ملوش اي دعوه خالص. كنا بنحله وفي الاخر البابل شيت كنا بنظلل، بس كان صعب جدا وعايز تفكير والقطعه طويله قوي. وبعد كل امتحان الطلاب كانت تطلع تشتكي من صعوبة الأسئلة ومن ضيق الوقت بالنسبة للأسئلة الكتير اللي كانت محتاجة وقت أكبر علشان تعرف تفكر وتجيب الإجابة الصح. وحصلت مشاكل كتير في السنة دي خلت الطب من 99% وكسور نزل ل 90%. تخيل، لدرجة إنه مفيش حتى واحد بس أعرفه دخل طب وقتها أو جاب حتى فوق 90%. وده طبيعي لأنه خلاص دلوقتي الامتحان بقى يعتمد على الفهم وبيتطلب تفكير كتير عكس السنين اللي فاتت اللي كانت الأسئلة فيها معتمدة على الحفظ زي ما قلنا. وأنا حكيت لكم كل القصة اللي فاتت دي لأنها مهمة جدا جدا في فهم التسلسل بتاع حكايتنا وإزاي الموضوع ده كان بداية لانتشار السماعات في جميع ربوع مصر. ندخل بقى على البداية الحقيقية للموضوع ده. دفعة 2022 طبعا لما شافوا الدفعة اللي قبلهم واللي حصل لها بقوا طول السنة بيذاكروا وهم خايفين. طبعا أولياء الأمور كمان خايفين متوترين على مستقبل أولادهم، وكانوا حاسين إنهم فئران تجارب للنظام الجديد. طبعا مع القلق الكتير والخوف كانوا حابين يمسكوا في أي أمل. فاللي حصل إنه قبل الامتحانات بفترة كده كذا شخص ادعى قدرته إنه بيقدر يسرب الامتحانات. إزاي متعرفش، وكان كمان بيضمن لأولياء الأمور والطلبة إنهم هيجيبوا مجموع عالي فوق 90 وهيدخلوا كليات احلامهم بس لو سمعوا كلامهم. فاللي كان بيتواصل معاه بيقول له اول حاجه خالص يجيب سماعه نانو، وبعد ما يجيبها بيدفع مبلغ تقريبا من 2000 جنيه وبيوصل لحد 10000 جنيه عشان يدخله في جروب سري لتسريب الامتحانات. وكانت الجروبات دي بتتعمل على واتساب
وعلى تليجرام. بالمناسبة الجروبات دي مش هي اللي بتظهر لكم خالص على التليجرام. تشوف جروب اسمه شاومينج الجروب السري وفيه 500,000 واحد. إذا كان هو سري وفيه 500,000 واحد، أمال الجروب مش سري فيه كام؟ الجروب السري بيبقى أعضائه محددين جدا، وعشان تعرف الأرباح اللي بيدخلوها عايزك تتخيل معايا لو الجروب فيه 1000 واحد والواحد بيدفع 10,000 جنيه عشان يدخل الجروب السري. 10,000 جنيه في 1000 طالب بيعملوا 10 مليون جنيه. انت متخيل الرقم؟ تعال بقى اقول لك ايه اللي بيحصل داخل الجروب السري بعد ما الطالب بيدفع الفلوس. معانا دلوقتي صاحب الجروب السري وهنسميه مستر اكس، ومعاه دلوقتي فوق 10 مليون جنيه اللي لمهم من الطلاب. اول حاجة مستر اكس هيحتاجها هي ان ورقة الاسئلة بتاعت كل مادة توصل له قبل الامتحان المادة ولو ب5 دقايق. فمين الوحيد اللي يقدر ينفذ له الطلب ده؟ رئيس اللجنة. بس السؤال، اشمعنى رئيس اللجنة هو اللي هيقدر ينفذ الطلب ده دونا عن غيره؟ الجواب ان رئيس اللجنة في كل مدرسة هو اللي بيستلم الامتحان من الوزارة الصبح، وهو اللي بيفتح المظاريف وبيوزعها في الوقت المحدد على المراقبين عشان يسلموها للطلاب. فبالتالي مستر اكس بيحاول يرشي رئيس اللجنة بكل الطرق وبيغريه مبالغ مالية كبيرة جدا عشان يصور له الامتحان ويبعته له لما يوصل له من الوزارة، عشان مستر اكس بدوره ياخد الصور اللي استلمها من رئيس اللجنة وبيبعتها ل2 مدرسين تبعه. ال2 مدرسين دول واحد بيحل وواحد بيراجع وبيبعت الأسئلة على الجروب السري. طيب بعد كده ازاي الامتحان بيوصل للطالب وهو قاعد في اللجنة؟ الجواب سهل جدا. فاكرين السماعة بيبقى داخل بيها اللجنة، فحد من أهل الطالب أو أصحابه بيرن عليه وبيمليه كل سؤال بسؤال، بيقول له السؤال الأول وكذا إجابته هتكون كذا كذا. فالسؤال ممكن ما ياخدش معاه بضع ثواني، في حين ان الطالب الشاطر والمجتهد بيقعد يفكر دقيقة و2 و3 و4 في السؤال عشان يجيب الإجابة من مجهوده. وده في حد ذاته ظلم. تلاقي الطالب الفاشل اللي لابس سماعة بيحل الامتحان كله قبل نص الوقت، والطالب التاني المجتهد الشاطر بيتزنق في الوقت الآخر دقيقة وأحيانا بيكروت علشان الوقت ما يزنقهوش ويلحق يخلص الامتحان بالكامل. وللأسف في طلاب كتير كل سنة بتجيب فوق 90% بالغش بالسماعات، وبرضه في طلاب كتير بتجيب بمجهودها. وللأسف بقى دلوقتي أي حد يجيب فوق 90 مصدر شك إنه يكون جايب سماعة، رغم إنه ممكن يكون عادي جايبها بمجهوده، فيختلط الحابل بالنادر. وأكبر دليل إنه في كتير قوي من الطلاب اللي بيدخلوا طب وهندسة بيدخلوا بالغش. مش بس كده، في كمان ناس منهم ما بتعرفش تقرأ أو تكتب كويس. شوف نسبة نجاح طلاب الفرقة الأولى آخر 4 سنين في كليات طب وهندسة، حرفيا كارثة، لأن نسبة النجاح بتوصل في بعض الكليات أقل من الربع. فالموضوع بجد أنا شايفه قضية أمن وطني، إنه كده مفيش تكافؤ للفرص في الثانوية العامة. وغير كده لما يتخرج دكتور بالغش ومهندس بالغش، إزاي تقدر تأمنه على جسمك ومشاريعك؟ فياريت بجد نطلع الفيديو ده وندعمه ونوصله للمدرسين المؤثرين في الثانوية العامة عشان الموضوع يتحل من جذوره. في النهاية بحب أقول إن ربنا بيعوض الإنسان اللي ساب طريق الحرام والشر واتجه لطريق ربنا والخير عوضا يتعجب له أهل السماوات والأرض والأيام بينا. ما تنساش حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله يا جماعة، الجماعة بتوع الثانوية عامة اللي نجحوا بالسماعات، لو ناويين تخشوا طب بالله عليكم خلوها طب بطريقة. احنا مالناش ذنب يا جماعة والله، ولا البهيم لها ذنب، بس هو قدر أخف من قدر، والبهيمة اللي هتتعب هناكلها.